هو احنا يا جماعة لما بنيجي نتكلم انجليزي احنا بنتكلم بنقول انا استخدمت فيها القاعدة كذا والقاعدة كذا، ولا احنا لما بنتكلم كويس اللي قدامنا بيبقى عارف ان احنا بنعرف نتكلم كويس؟ كذلك برضو في الدين انا مش محتاجة ان انا اذكر طول الوقت الاحاديث واذكر طول الوقت الايات، خاصة في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع جروبات الواتساب. انا من اخلاق اللي قدامي ومن تصرفاته هعرف ان هو حد عنده دين عنده اخلاق، لكن مش لازم ان انا اذكر الطريقه او اذكر المصادر بتاعتي من التربيه الحسنه بتاعتي انا جايباها منين. الجروبات دي ما هياش درس ديني. الدين في حياتنا كلها بالمعامله مش بالقواله. لان تخيل انت لو انت حد طول الوقت بتتكلم بقى قال الله وقال الرسول وتذكر يعني ايات قرانيه، وتيجي تعمل غلطه غلطه زي اي غلطه، احنا مش ملايكه يعني. طيب والغلطه دي بقى واحد يقول لك دي يا سيدي اللي قاله قال الله وقال الرسول، شوفوا بيعملوا ايه، شوفوا بيتصرفوا ازاي. ليه انا اعرض الدين الاسلامي اساسا ان هو يكون اللي انا مستخبيه، يعني الشعار اللي انا مستخبيه وراه، وسلوكي بعد كده هو هيتاخد كل حاجه عن طريق ان هو ده عمل صح يبقى مسلم كويس، ده عمل غلط ادي شوف الاسلام عمل ايه. عشان كده انا ما بحبش ادخل الدين في المعاملات الانسانيه. باي باي.